قاسم دلوقتي مش عارف يعمل ايه. اصل هو كده اتأكد انه هاني مات، وده دمره تماما. في اللحظة دي قاسم اندمر، عشان هو شايف انه معرفش يلحقه. حتى لما انظره المفروض ما كانش يسيبه. عدى شهرين وقاسم مش قادر يعمل حاجة، مش عارف يتخطى اللحظة دي. وحتى لما الشخص اللي ممكن يهون عليه مات، كان فاتح تليفونه وفتح لقى النت بيتكلم عن انه في ناس من قرايبهم اختفوا. قام من مكانه على طول، اصل مش هو بس اللي حصل له كده. دخل على الكومنتات لقى الناس كلها بتتكلم في الموضوع، وانه محدش عارف يعمل ايه. وواحد من الضباط نزل بيان انه بيجيلهم كل يوم بلاغات باختفاء ناس بطريقة غير طبيعية، وهم مش ملاحقين على كل ده. وطبعا الناس مرحمتهوش وهاجموه بشدة، رغم انهم بيعملوا اللي عليهم. بس ده مش كفاية. مش ممكن هنا بيدوروا في الأماكن الغلط؟ أصل أكيد مش كلهم مرة واحدة اختفوا من غير سبب. وفضول قاسم هو اللي كسب. راح قام فتح محطة الراديو من غير ما يفكر، وبعديها الأسماء اشتغلت: علي محمود علي، سمير شرف الدين، عمر محمد محمود، كريم نور الدين، صهيب علي أحمد، أسماء محمود علي، معاذ فتحي، وليد، عمرو مهند علي، رنا علي قاسم. أسامي كتيرة قوي اتقالت. وقاسم أخد نفس وحمد ربنا إنه محدش من عيلته اتقال اسمها. بس قاسم كتب الأسامي دي كلها، واستنى يوم كامل بعدها. فتح النت وكتب الأسامي دي وملقاش حاجة. اليوم اللي بعديه عمل نفس الحاجة، بس كل يوم بيرجع للأسامي اللي فاتت. عدى أسبوع وأخيرا واحد من الأسامي بانت على النت في بوست اختفاء: أسماء محمود قاسم. بوست عليه بيانات: ست، عندها 66 سنة، أرملة، كانت ساكنة في منطقة مش بعيدة من هنا. قاسم اطمن ونوى إنه يروح على هناك. قاسم مسك المعلومات دي وراح العنوان، ولما وصل العنوان خبط على الباب. فتح له شاب شكله مش كبير. قاسم فهمه إنه جاي تبع صاحبة مامته، والولد الحمد لله ما سألش مين. شكله كان زعلان قوي على اختفاء والدته. سأله هي اختفت امتى. قال له آخر مرة شفتها كان من 6 أيام، وكانت بتحب تروح لوحدها السوق، كنوع من أنواع إنها مش ست كبيرة، وإنها قادرة تعمل كده. زي كل مرة نسيبها عشان بتقعد تحلف علينا. بس الغريبة إنها اتأخرت أول مرة دي. نزلنا ندور عليها وما لقيناهاش. سألنا السوق كله، قال لنا إنها ما جاتش أصلا. ودي حاجة غريبة، أصل هتكون راحت فين؟ بقالها قرابة أسبوع مختفية، واحنا مش عارفين ايه اللي حصل لها. قاسم بعد ما سمع الكلام ده افتكر صاحبه اللي هو مش لاقيه لحد دلوقتي. بقيت أكتر من 3 شهور. قاسم سلم على الراجل ومشى، وهو بيتمشى بيسأل نفسه هل كان لازم يقوله على الموضوع المحطة ولا لأ. بس خلاص هو قفل الموضوع في دماغه، عشان هو خلاص مش هيقوله، هيقول عليه مجنون. وقاسم عمل الموضوع ده مرتين كمان عشان يتأكد. ومن البوستات اللي شافها واللي كسرته عارفين، بوست مكتوب اسم الراجل: محمود النجار القاسمي. مكتوب في البوست: أنا بابا وحشني أوي. قاسم قعد باصص مش عارف يقول ايه. راح مكمل البوست، والبوست بيقول: أنا بابا مختفي بقاله 4 أيام ولحد دلوقتي مرجعش، دورنا عليه وملقناهوش. بس قاسم بص والعنوان طلع بعيد شوية، بس قاسم مهتمش وقال هيروح. وقبل ما ينزل أبوه قال له رايح فين؟ رد عليه قاسم وكذب عليه: رايح أقابل واحد صاحبي. أبوه فرح، أصل بقاله كتير قوي في الأوضة ونزولته بسيطة قوي، نزوله ده بسطه. راح قاسم العنوان اللي اتقال عليه وخبط. فتح له شاب شكله عنده 13 سنة كده، مستغرب. قال له انت مين؟ قاسم رد عليه قال له انا هنا اساعدك، بس عايزك تقولي كام حاجة. الولا خاف في الاول، بس هو ما يعرفش مين قاسم. قاسم عرف انه ده هيحصل. قاسم فتح للولا انه خسر صاحبه، خسر اعز صاحبه برضه، ويدور عليه دلوقتي. وممكن الاقي باباك، ممكن الاقي صاحبي، فعايز مساعدتك. الولا هدى شوية، وقاسم سأله انت اسمك ايه؟ رد عليه قال له انا اسمي صالح. عندك كام سنة يا صالح؟ قال له 11 سنة. وده كسر قاسم اكتر، سنه صغير قوي. سأله معاكوا فلوس؟ صالح سكت ما ردش عليه. قال له قاسم طب فطرت؟ صالح هز راسه قال له لا. راح قاسم فطره
وجاب له أكل يقضي اليومين كده، عشان كل الفلوس اللي كانت معاه كانت في 245 جنيه. بعد ما خلصوا سأله، قال له تعرف أبوك كان رايح فين؟ رد عليه صالح وقال له الشغل. سألوه قاسم طب تعرف شغل بابا فين؟ رد عليه قال له اه، بابا شغال في محل حلاقة، ووصف له المكان وسكت، وفضل ساكت. وبدأ صالح بالعياط. قاسم حاول يهديه، بس صالح قال له إنه أبوه كان كل يوم بيجيب له بسكوت طعمه وحش قوي ورخيص، وعارف إنه رخيص، بس ده اللي كان قادر يجيبوله. أبوه مش بيعمل فلوس من اللي أنا عرفته من الشغلانة، فلوس يدوبك تقضينا. بس في مرة صالح قال له إنه زهق من البسكوت ده، وإنه زهق من العيشة دي، وإن يا ريته كان مكان صحابه، كان زمانه عايش عيشة أحسن بكتير. أنت عارف هو عمل إيه بعدها؟ سأل صالح قاسم. رد عليه قاسم وقال له إيه؟ اعتذر لي. انت متخيل؟ اعتذر لي وقال لي انا اسف اني اب، انا اسف، انا ما كنتش اعرف انه الاكل كله طعمه هيبقى وحش، والعيشة كلها اصلا بقت وحشة عشان ابوه مش هنا. قاسم هدى. صالح شكر قاسم وقال له شكرا على كل حاجة انت عملتها. قاسم شكره وقال له لو عوزت اي حاجة رن عليا، واداله رقمه. صالح شكر قاسم وقال له يا رب تلاقي صاحبك. وقاسم مشى. روح قاسم بعدها بعد ما راح محل الحلاقة اللي وصفوله، وطبعا ملقاش أي نتيجة كالمعتاد. فضل على الحال ده اليومين كمان، وخلاص مش عارف يعمل ايه. واخد باله ان الناس دي لما بتكتب في بوستات الاختفاء او على الفيس او اي حاجة، بيكونوا مش كاتبين حوار انه موضوع المحطة ده، كأنهم اصلا مش عارفين انها رجعت او كأنها موجودة اصلا. وعارف واتأكد انه هي السبب، بس ما عندوش دليل. راح دور عن اللوكيشن بتاع الموقع او المكان اللي بيتذاع منه محطة الراديو، وفضل يدور لغاية ما لقاها. اتوتر قاسم، اصل ده ممكن يكون هو الحل الوحيد لكل اللي بيحصل، وهو مش عارف يعمل ايه. بس أخد نفس، وبكرة الصبح هيروح على هناك، وهو عارف إنه المشوار ده ممكن ما يرجعش منه تاني، بس ممكن يلاقيه هناك تاني. وأبو صالح. قاسم محمد قاسم علي.